في تصريح لا تنقصه الجرأة من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هو اسمه كده ربنا يزيده، قال لك لو مديرك شغلك أكتر من 7 ساعات اضربه، اشتكيه. وأنا الحقيقة ما لقيتش أي رد أرده على هذا الوزير، خلينا الناس هي اللي ترد عليه. لو مديرك شغلك أكتر من 7 ساعات هتعارك معاه على طول كده؟ وش كده؟ وش ليه يا عم؟ هو لازم كده. ليه فان دام؟ ايوه. يعني هو في قانون العمل مفعل هنا؟ يعني انا وانت عارفين ان قانون العمل هنا هو مثلا بتمضي على استماره 6 واستماره 1 في نفس التوقيت. بص، هو يعني لوجيكلي المفروض اشتكيه، بس هو هيجي عليا لو انا عملت فيه الحركه دي، هيستقصدني بقى، يقول لي انت بتشتكيني وكده. طب يلا بقى، هيديني بقى ايه في الانتهاك. لا مش هبلغ عنه طبعا. ليه بقى؟ لو انا حابب شغل هتحمله واديني شغال. انا المدير يا عم. انا المدير. انت المدير؟ لا ابلغ عنه. هتقول ايه؟ اقول اللي هو بيستغلني في الشغل. طب ما ممكن يطردك. هشتكيه. هتشتكي لمين؟ للرئيس بتاعه. 12 ساعة. 12 ساعة. هتبلغ عنه؟ على حسب انا بحب الشغل ولا ما بحبش الشغل. كله بثمنه. كله بثمنه. تمام. لو شغلك مش هيديك فلوس. كله بثمنه. ما هو من غير ثمن اهو. تمام. هتعمل ايه؟ هتبلغ عنه ولا هتخاف؟ هخاف طبعا. هتخاف طبعا. لا هخاف. ليه بقى؟ ما ينفعش، عشان ده راجل يعني مديري قدوه. لا مش هخاف طبعا. امال ايه؟ حقك هتاخده ازاي؟ 7 ساعات خلاص. والله ممكن ابلغ عنه وممكن احترمه. ازاي بقى؟ بس لو شغلني على طول كده لا طبعا لازم اشتكي. بيشغلك زياده. يوم ماشي، يومين ماشي، اكتر من كده لا هتعب. محدش هيتكلم، لكن احنا بنقول عادي ومشيها عشان البلد تمشي والعجله تمشي، غير كده محدش هيتكلم. انا هشتغل 100 ساعه بعد كده. والله الكوميدي ادي الكذا الكبير يالا. وانا مصنع